معالي السيد وزير التموين، طمنا عليك يا باشا، اخبارك ايه، عامل ايه، فينك مش باين. احنا مين؟ احنا الشعب يا باشا، بنطمن على معاليك. حضرتك عايش معانا؟ طب حضرتك بتاكل وبتشرب؟ طب مرتب معاليك مكفيك؟ اوعى يكون مش مكفيك، احنا ما يرضناش نلم بعضنا ونطلع على معالي رئيس مجلس الوزراء نقدم له التماس لزيادة مرتب معاليك. احنا ما يرضناش ان وزير التموين بتاعنا يبقى مرتبه مش مكفيه عشان الحاجة غالية فما يعرفش ياكل ويشرب. طب حضرتك عندك علم ان الموظفين في الدولة مرتباتهم يا دوبك بتكفي 50% من احتياجاتهم؟ ده ملناش علاقة بالدواء والعلاج، ده بتاعت ربنا، ربنا سترها معانا. طب حضرتك عارف ان في ناس معاشات كبار في السن مرتباتهم او معاشاتهم ما بتكفيهمش ادوية مش اكل وشرب؟ طب معاليك عارف ان في ناس في الدولة عايشة على برنامج تكافل وكرامة بياخدوا 900 جنيه و1000 جنيه و1000 ونص والارقام دي؟ طب حضرتك عارف ان في ناس اصلا ملهاش مرتبات، ارزاقية، مش موظفين، بيشتغلوا اليوم بيومه دلوقتي مش لاقيين ياكلوا عشان ما بقاش فيه شغل؟ طب حضرتك عارف ان العدس بتاع الفقراء بقى ب70 جنيه الكيلو؟ العدس معليك ما بتاكلوش يا باشا، في حاجة حباية كده اسمها عدس بنعملها، يعني حلة عدس مثلا كيلو عشان نعملها بالزيت بتاعها حتة بصلاية بتاعها تقف ب100 جنيه. احنا بناكلها ب100 جنيه. حضرتك عارف بقى ان انا عشان اجيب العيش لو ماليش بطاقة تموين الرغيف بقى قد كده بجنيه ونص؟ طيب عشان ناكل اسرة 5 افراد، اب وام وثلاث اولاد بس، محتاجين من العيش ده، لا هو لقمتين اصله ب50 جنيه. عشان ناكل عدس هناكله ب50 جنيه عيش، وب100 عدس بمشتملاته، يعني 150 جنيه عدس. طب قول لي مين في الدولة مرتبه يقدر يكفيه عدس بس طول الشهر؟ يا ريت تحس بالناس، تحس بالناس، ربنا هيسألك على المكان اللي انت قاعد فيه ده، انت مسؤول عن قوت الناس.